اهلا بيكم حبايب قلبي، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم يا رب. طبعا اللي شاف فيديو المشتريات وكده، احنا كنا جايبين في المشتريات شويه حاجات كده لزوم العيد، زي الكرشه والممبار، وجايبين كمان اللي هي الكوارع. طبعا جايباها علشان اقول لكم الطريقه بتاعتها عامله ازاي. يا ريت يا حبايب قلبي اللي ما شافش فيديو المشتريات يشوفه ويقول لي رأيه في الكومنتات، ويا ريت تتفاعلوا على الفيديوهات فضلا وليس أمرا. واللي أول مرة بيشوف القناة، أنا قناة يوميات، بعرض يوميات وزوجة وشيف، وبعرض لكم حاجات من المناسبات بتاعتنا وازاي بتعامل معاها، وبحط لكم خبرة السنين كلها ان شاء الله في القناة لحبايب قلبي المبتدئين، واختصر عليهم سنوات كبيرة جدا جدا جدا. طبعا لازم في العيد اللي هيذبح، سواء هيذبح او مش هيذبح، الناس بتاكل لحمه وبتاكل ممبار وبتاكل كرشه، والناس بتبقى يعني ايه مع بعضها، واللي بيذبح بدي اللي مش بيذبح، واللي بيذبح بدي اللي بيذبح، وبتبقى تعاون جميل كده وحاجات حلوه. والناس بقى مع بعضها كده، لا انتي انا لازم ادوقك من اللي انا ذبحته والاضحيه بتاعتي، وانتي تقولي لا انا لازم ادوقك من الاضحيه بتاعتي. وجو جميل في عيد الاضحى في مصر، انا مش عايزه اقول لكم الجو ده عامل ازاي. غير بقى نظام الاكل والطقوس اللي هي بقى ايه، لازم الجلاش باللحمه المفرومه والرقاق والحاجات دي، والكفته والكبيبه، وحاجات بقى ايه. كل بيت كده عنده حاجة معينة بيفرح بيها في العيد. يعني انا مثلا امي كان لازم نفطر الصبح لحمة، ده عيد اللحمة بقى، لحمة كانت تسلق لحمة وتعمل رقاق، وكانت تخبزه بنفسها وتعمله باللحمة المفرومة. وكنا بنرجع من الصلاة كده ريحة الاكل مفحفحة وجميلة، مع اننا الصبح والصبح بدري. بس سبحان الله سبحان الله، طقوس جميلة، وبتلاقي نفسك مفتوحة وعايزة تاكلي وناكل، وبعدين ندخل ننام، ونقوم بقى نزور قرايبنا وقرايبنا يزورونا، وحاجات جميلة قوي قوي. طبعا انا بدأت من بدري ان انا انزل السوق اجيب حاجة العيد واشيلها متجهزة في التلاجة. زي ما قلت لكم، مش لازم ان انا اجيب الحاجة، يعني انا مثلا اجيب الممبار هنضفه كويس واحطه مثلا في الفريزر، وقت ما هعمله بس يكون متنضف وجاهز، الخلطة بتاعته جاهزة. الكوارع برضو متقطعة ومتنضفة، ممكن اديها تشويحة لان هي بتاخد غلبة في السوى. فاللي عنده حلة ضغط زي اللي كان غطاها ازرق في الاول دي، بيطلعها لازم يعمل فيها الكرشة ويعمل فيها الكوارع. طب انا ما عنديش حلة ضغط مثلا، خلاص يبقى انتي بتعملي على بيات او قبلها. يعني ماما مثلا كانت بتعمل ايه، ربنا يديها الصحة، كانت بتقعد تحطها على النار وتشوحها شوية كده، وبعد ما تشوحها بتسيبها بقى ايه لغاية ما تدخل في سوى، او تاخد قدر كافي من وجودها على النار، تروح شايلاها لغاية ما تبرد، تروح حطها في كيس وتروح شايلاها في الفريزر. الكرشة والكوارع هي كده بقالها تكة وتستوي، خلاص تطلعها تسويها وتكمل لها الطبخ بتاعها، خلاص كده ايه بقت جاهزة عندها، ومفيش ازمة ومفيش مشكلة طالما مفيش حلة ضغط. دول بقى شوية طماطم كانوا عندي، قلت اعملهم كده صلصة عشان اعمل الكرشة واعمل الممبار. فعملتهم يدوب على قد كده، الكرشة والممبار والفتة والحاجات دي. طبعا انا هجيب طماطم تاني علشان اصلصها واسيبها، ما بستغناش عنها الصراحه. وفي ناس بيبيعوها بستة وبخمسة، فهي لسه ايه ما مسكتش سعر قوي، فادور على الناس دي واجيب شويه اعملهم صلصه يبقوا في الفريزر. دي يا جماعه بتساوي كنوز الدنيا، لان مفيش غنى عنها يوميا. برضو من الحاجات اللي لازم تعمليها قبل العيد وفي تحضيرات العيد البصل. جيبي كده 2 كيلو 3 كيلو وتفرميهم وتحطوهم في اكياس يبقوا جاهزين عندك، لان احنا عندنا ايام العيد هيبقى ان شاء الله ان شاء الله في طبيخ كتير، في طوارئ، في ناس بتيجي ناس بتروح، انت بتودي حاجه لحد، فتبقى دنيتك ايه متستفه وجاهزه. والناس ما بتشتغلش كمان في العيد. شويه فلفل احمر برضو اللي جبتهم من السوق وريتهم لكم في فيديو المشتريات، عملتهم هريسه وشلتهم في كيس. هو طبعا حامي فانا هحط منه بحذر،
اعمل بقى مخلل بدنجان، اعمل مثلا بحطه على اللي هي الكرشه، احط شويه بيديلها كده، احطه على الخضار، احطه على المحشي، بيبقى جميل جدا جدا على المحشي وبخليه يعني سنه كده مشطشط وجميل. برضو الخضره بحاول اجيبها كميه واقطعها واكيسها. ورق العنب بقى دي تكه لازم تاخديها مني، لازم يتغسل كويس جدا 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 ويتشطف ويبقى زي الفل. ما تجيبيش ورق العنب من السوق تحطيه تسلقيه، لا ما ينفعش يا جماعه، بيبقى فيه رمل وبقى شايفين لون الميه عامل ازاي. دي اول شطفه، انا هعمل كذا شطفه. فطبعا بصراحه مين ياكل حاجه بالشكل ده؟ لازم اغسله يعني ايه مره واتنين وتلاته واصفيه وبشوفه بيبرق كده، وبعد كده اسلقه في ميه بقى نظيفه كده بملح، او ما انا اصلا ما بحطش في ميه السليق حاجه، وبسيب التمليح والحاجات دي للخلطه والكلام ده. طبعا هنا بقى ايه الخضره برضو ممكن انضفها واغسلها من غير تقطيع، وممكن اقطعها. هي بصراحه انا طول عمري بنضفها واقطعها واغسلها. معرفش بقى، في ناس بتقول ده صح وناس بتقول ده غلط، انا معرفش، بس برضو اللي بيعمل زي كده يكتب في الكومنتات. طبعا بقى الكمية كلها مرة واحدة تنقعيها وتغسليها وتخلصي منها وتولعي عليها. تجيبي بقى اكبر حلة عندك وتعملي فيها عشان الانجاز. الحلل الكبيرة في اللحظة دي بتبقى انجاز الانجاز، بدل ما افضل واقفة في حلة صغيرة وكل شوية اعمل. وكده كده اللي بيعملوا الورق العنب بيسلقوه في حلة صغيرة بيبقوا مسويينه الاول، لكن انا كده كده غسلاه ومتنعفش وهسويه بعد ما ايه، بعد ما اغسله. في بقى تكه في السليق بتاع ورق العنب، لو انتي هتخزنيه ما تسلقوهوش قوي، ما تسلقوهوش قوي. ليه؟ لانه هو لسه هياخد سوا في الفريزر، فاعملي حسابك ان هو يكون ايه، ان هو يكون في لسه تكه كده انه مش مسلوق قوي. انا هنا ورق العنب يا دوب كده غير لون وقلبته تقلبتين وشلته، سبته في الميه السخنه. في حاجات استوت قوي بصراحه كام واحده كده وشلتهم، وفي حاجات كانت متماسكه وماسكه نفسها. مسكته بقى سويته كده ورصصته وعينته في الفريزر، وطبعا ده احطه في ارضيه الحل. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واللي عجبه الفيديو او استفاد منه او شجعه باي حاجه، باي حاجه حتى لو بسيطه، يا ريت تشجعونا في الايام الجميله دي بلايك وتعليق حلو كده يكبر بخاطري ويشجعني ان انا انزل لكم يوميات ومناسبات كتيره جدا جدا جدا. ويا رب الفيديوهات اللي انا بقدمها لكم يكون فيها استفاده. يا ريت يا جماعه تعليقات برضو، لان التعليقات بتفرق جدا معايا زي اللايكات بالظبط في القناه. عايزه اقول لكم بقى ان انا بعد كده عملت ايه بقى، جهزت الكرنبايه وقطعتها. عارفين الكرنبايه دي عامله زي ايه؟ عامله زي اللي هو الكرنب اللي بيتكسر ده، عارفينه؟ طبعا الكرنب اللي بيتكسر ده محتاج يدخل الميه على طول عشان ما تهدريش الكرنبايه. فخدوا بالك من الحكايه دي، لو لقيتيها من الكرنب اللي بيتكسر ما تحاوليش تخلي الورق، يا اما تخليه بحذر، يا اما ان انت تعملي ايه، يا اما ان انت تقطعيها 4/4 كده ايه وتحطيها في الميه تتسلق، وبعدين تسلكيها كده واحده واحده. اول ما تبدا الورقه تطرى معاكي وما عادتش بتتكسر تقومي شايلاها وحطاها في مصفى. ما تسيبوهوش يغلي كتير عشان ما يستواش قوي، انت هتحطيه فوق بعضه ومش عارفه ايه ويدوب بس الورقه تطرى شيليه. ما تسيبوهوش فتره طويله او يغلي على النار او كلام من ده، لانه واضح ان الورق ده ورق رقيق قوي، او ورق اللي هو البطه ده، اللي هو الكرنب البطه، بيحتاج تعامل خاص جدا جدا جدا. بحبكم جدا، ويا رب فيديوهاتي يعني تعلى بيكوا وتكونوا عيلة جميلة. واللي ما يعرفش قناتي وأول مرة يشوفها يا ريت تشرفيني باشتراكك وتكوني أختي ليا وداعمة باللايكات والتعليقات. ويا رب يخليكوا ليا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب عيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلينا جميعا يا رب العالمين. بحبكم جدا جدا جدا، ومع السلامة.